لان الغذاء في مصر الحقيقه يعني بيهان بشكل كبير يعني، فاحنا لو قدرنا ان احنا نمرر هذا القانون فان شاء الله يكون حاجه جزء من مشكله الغذاء سياده الوزير، وانا سامع كتير من مشاهدينا بيطرحوا السؤال ده، هي الاحتكار اللي احنا للاسف ما جالناش فرصه ان احنا نتكلم عنه. الاحتكار وتحديدا في مجال الصناعات الغذائيه، وتحديدا اكتر في مجال الالبان واللحوم وغيرها. لغايه دلوقتي للاسف بنتكلم وما بنعملش حاجه. لا مش متفق معاك. طب ارجوك لا. ارجوك اقول لك ليه. لان الاحتكار احنا سوق الغذاء في مصر 80% منه سوق غير رسمي. سوق لا انا خبره سياده الوزير وبالاسم ومعروفه لحضرتك، تحتكر اكتر من 60% من صناعات من سوق الصناعات الغذائيه في مصر. خليك معايا، انت عايز تسمع الاجابه ولا لا انا عايز اسمع، بس انا برد على حضرتك. لا خليني اسمع وبعدين نرد لغايه بس مكاني. عندك 80% من السوق المحلي سوق غير رسمي، تحديدا في الصناعات اللي انت ذكرتها دي. كويس. وفيها في الالبان او في اللحوم او في هذه الصناعات مئات الشركات، مش شركتين او ثلاثه. فتقريبا يستحيل اتفاق ما بين هذه الشركات على مثل هذه. وحتى لو حصل يعني النهارده احنا كل الشركات الكبيره دي بتمثل زي ما بنقول 20% من السوق، في 80% خارج الرادار اساسا بتاع المنظومه الرسميه. 80% سياده الوزير مضطرين للتعامل مع الشركات الكبرى لانها هي التي تسيطر على السوق. صغار منتجي الالبان، صغار منتجي اللحوم مضطرين للتعامل مع شخصيات بعينها هي التي تسيطر وتحتكر السوق. مضطرين ازاي؟ هم بيتعاملوا مع الجمهور مباشره. لا يا فندم، انا بتكلم على الشركات الكبرى في مجال الصناعات الغذائيه. بتشتري اللحمه منين؟ من عند الجزار، صح؟ ولا بتشتريها من شركه اللحوم؟ ولكن هناك بتشتري اللبن منين؟ بتشتري اللبن منين؟ في ناس بتشتري اللبن معلب، وفي ناس بتشتري من على الراجل اللي بيلف عليهم بالعجله.